من ذلك أن أشراط الساعة الصغرى قد تكثر في بلد دون بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، انتشار الربا وعدم المبالاة بأكل الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، من حلال أم من حرام. في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، إذا تأملت هذا وجدت أنه بدأ يقع في زماننا. كم من الناس اليوم يحرص فقط على أن يجمع المال بأي سبيل، سواء جمعه من حلال أو من حرام. الآن بعض الناس إذا عرضت عليه مشروعا معينا ليتاجر فيه أو ليكتسب منه مالا، آخر ما يسألك عنه ما هو الحكم الشرعي. يسألك عن الجدوى الاقتصادية، أين ستفتح المحل، من الموظفين الذين عندك، كيف تستخرج فيز إحضارهم، أين ستسكن العمال، ثم آخر شيء يفكر فيه هل هناك حرج شرعي في هذا الشيء. يعني الآن الناس يا جماعة الذين مثلا يفتحون محلات يبيعون فيها الريسيفرات هذه التي تستجلب القنوات، معلوم أن هذا كسب حرام، لكن كثيرا منهم لو عرضت عليه هذا المشروع آخر ما يفكر فيه ما هو الحكم الشرعي. لكن أول شيء يقول تعرف لي موقع جيد، طيب تعرف لي عامل جيد، طيب هل نستطيع إدخالها من المكان من الدولة الفلانية، طيب لو سافرنا إلى كذا وصنعنا الريسيفرات قد تكون أرخص علينا. ولا يسأل في مسألة حلال أو حرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرجون من أكل الحرام. ولعلكم تذكرون أن أبا بكر كان له غلام يرسل كل يوم ليكتسب له، يعني يوم يشتغل حمال، يوم يشتغل بناي، كل يوم يشتغل له في مكان، ويأتي في آخر النهار معه إما مال وإما طعام إلى أبي بكر. يوم من الأيام أحضر إلى أبي بكر طعاما، وكان أبو بكر جائعا، فأخذ منها الطعام وبسم الله وأكل. لما أكل لقمة قال له الغلام عجبا يا أبا بكر. قال مما تتعجب؟ قال أنت في كل يوم قبل لا تأكل تسألني من أين اكتسبت الطعام اليوم والمال. دائما أبو بكر إذا جاء يقول ها اليوم إيش اشتغلت؟ يقول والله اليوم اشتغلت حمال في السوق وأعطوني درهمين واشتريت لك الخبز. اليوم الذي بعده اليوم إيش اشتغلت؟ قال والله اليوم اشتغلت مثلا أخرج ماء من بئر في مزرعة فلان وأعطاني 3 دراهم أو أعطاني طعاما. اليوم ما سألتني يا أبا بكر. قال طيب ها أخبرني ماذا اشتغلت اليوم؟ قال اليوم ما اشتغلت، اليوم راحة. قال لما؟ قال كنت في الجاهلية قد مررت بقوم فتكهنت لهم، يعني مررت بهم وقالوا لي عندنا هذا الفتى أو هذه الفتاة ماذا سيحصل له في المستقبل، فنظرت في النجوم كذا يلعب عليهم، يعني يحتال عليهم. نظرت في النجوم وقلت هذا الغلام سيحصل لك كذا وهذه الفتاة سيقع لها كذا. قال تكهنت لهم ولا أحسن كهانة، أنا أصلا ما أدري، لكن لا يمكن يتأكدون أنا صادق أو كاذب. كذلك اليوم لو تذهب مثلا إلى كاهن، وأعيذك بالله أن تفعل ذلك، وتعطيه مثلا 5000 ريال على أن يقرأ لك مستقبلك، فيقول خلاص أنت بعد سنة سيقع لك كذا، وبعد 2 سيحصل كذا، وبعد 3 سنوات ستتزوج، وبعد 4 سنوات ترزق بولد، بعدين بيمرض هذا الولد ثم يشفى. ما تستطيع تقول له أنت كذاب، صح؟ لأنك ما تدري أنت ما هو الغيب، يعني ما هناك ضابط معين لتحديد الكذب أو الصدق. فهذا الرجل لعب بعقولهم، يقول تكهنت لهم ولا أحسن كهانة. ثم قالوا ما عندنا اليوم أجرة، مرنا بعد زمن. يقول اليوم بالمصادفة مررت بهم فإذا عندهم عرس، فقلت أنا ترى أطالبكم أجرة من 3-4 سنوات أو من 20 سنة. قالوا طيب خذ هذا الطعام أجرتك، فأنا قد أحضرت لك الطعام واليوم راحة ما اشتغلت. قال أبو بكر أعوذ بالله، وهالطعام هذا قيمة كهانة؟ قال نعم لكن في الجاهلية. قال لا والله. ثم جعل أبو بكر دفع عنها الطعام، ثم يجعل أصبع في حلقه يحاول إخراج ما في بطنه، فلم تخرج وهي لقمة واحدة. فقال له بعض من عنده قالوا يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ما تخرج إلا بماء. قال أعطوني ماء، فأحضروا إليه ماء دافئا، فجعل يشرب من هذا الماء ويجعل أصبعه في حلقه فلا يستطيع أن يتقيأ، فأكثر من شرب الماء
حتى امتلأ بطنه، فجعل أصبعه حتى أخرجها. فلما فعل ذلك قالوا له: يا أبا بكر، كل هذا لأجل لقمة واحدة؟ قال: نعم والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فهكذا كانوا في الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه مر يوم من الأيام بطريق فوجد تمرة فرفعها وكان جائعا، فلما مسحها ورفعها إلى فيه قال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ثم أعطاها واحد من الصحابة. ليش؟ لأن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وإلا فقد كان جائعا. إذن حتى هو عليه الصلاة والسلام كان يتحرج من هذا. بل قد ذكر أيضا ابن حبان في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل به مرض الموت، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجري، قالت: فأغمي عليه إغماءة ثم أفاق، فالتفت إلي وقال: يا عائشة، ما فعلت تلك 7 دراهم أو قالت دنانير؟ قلت: هي عندي يا رسول الله. قال: تصدقي بها. قالت: ثم اشتد عليه الوجع فأغمي عليه. قالت: ثم أفاق، فالتفت إلي قال: عائشة؟ قلت: لبيك. قال: ما فعلت الدراهم؟ قلت: الآن آمر من يتصدق بها. قال: تصدقي بها. قالت: ثم أغمي عليه فشغلت به ثم أفاق، فقال: يا عائشة، ما فعلت الدراهم؟ قلت: الآن آمر أن يتصدق بها. قال: هاتيها. قالت: فأحضرتها إليه فجعلها صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم جعل ينظر إليها ويقول: ما حال محمد لو لقي ربه وهذه الدراهم عنده؟ ما حال محمد لو لقي ربه وهذه الدراهم عنده. وصلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه صلاة الظهر فعجل بهم، ثم قام مسرعا إلى بيته ثم رجع إليهم. فاستغرب الصحابة، عادة يصلي ثم يجلس ينتهي من الأذكار ويتحدث معهم. عجب الصحابة، قال: لعلكم عجبتم من سرعتي؟ قالوا: نعم. قال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا. تبر إما نحاس وإما ذهب، المهم أنه معدن يباع ويكون له ثمن. قال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فأمرت أن يتصدق به. صدقة كانت عنده فخشي صلى الله عليه وسلم أن يقبض أو نحو ذلك، وهذه الصدقة لا تزال عنده. إذا كان أيها الإخوة يعني هذا التحرج من صدقة لعل أهله يعلمون أنها صدقة. وأبو بكر يتحرج من لقمة. عمر رضي الله عنه أرسل إليه مرة من الشام بزيت، فأرسله إليه أميره هناك معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، يعني قسم هذا الزيت، بعه على الناس واجعل المال في بيت مال المسلمين، هذا الزيت جاءنا صدقات. جعل عمر ينادي الناس ويقول: من كان عنده إناء يريد أن يشتري منها الزيت يأتي. جعل كل واحد من الناس يأتي بالإناء يعطيه عمر. عمر يقلب القربة ويصب من الزيت ويعطيه: هاتي 5 دراهم بنفسه. ثم يأتي الثاني يعطيه الإناء يصب له من الزيت، هذا ب10 دراهم. كل ما انتهت قربة قلبها عمر وعصرها حتى يخرج كل ما فيها من زيت، ثم بعد ذلك يلقيها بجانبه. ألقى القربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فلما فعل ذلك ب3 قرب أو 4 التفت على يمينه، فإذا واحد من غلمانه من أولاده عمره 5 أو 6 سنوات، كلما ألقى عمر قربة أخذها الغلام وعصرها وعالجها حتى يخرج منها قطرة أو قطرتان، ثم يفركها بيديه ويمسح بها وجهه وشعره. التفت عمر إلى الغلام بعدما ألقى 3 أو 4 قرب، فإذا وجه الغلام حسن وإذا شعره حسن. قال لها: ادهنت؟ أحد أعطاك دهن تدهن وجهك وشعرك؟ أشوفك ما شاء الله يعني جميل تلمع، ادهنت؟ قال: نعم. فرحان الولد. قال: من أين؟ أحد أعطاك دهن؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال: أعوذ بالله، وتدهن من زيت المسلمين بغير عوض، أن كنت ولد الخليفة؟ يقول: لأنك ما شاء الله ولد الخليفة ما أحد يعترض عليك، تدهن من زيت المسلمين بغير عوض؟ قال: يا أبي، إنما هو يلقى، أصلا أنت بتغسل هالقرب وتلقيها. قال: لا والله، لا يحاسبني الله على هالقطرات، والله ما يردك إلا الحجام الحلاق. فذهب وحلق رأسه خوفا من أن يحاسب الله على هذه القطرات. طبعا هذه درجة من الورع قد لا تكون واجبة، يعني ما يجب عليك أنت، أو نقول عمر
لن يأثم لو أنه وقع هذا، لأن هذا الزيت سيذهب أصلا، لن يستفيد منه أحد، لكنها درجة عالية من شدة الورع والخوف وصل إليها عمر. اليوم أيها الإخوة الناس تساهلوا كثيرا بمسألة الربا وأكل المال الحرام، كما في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر الربا بصور متنوعة كما عند الطبراني. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. ولما حرم الله عز وجل الربا قال سبحانه وتعالى في الآيات: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لاحظ لما ذكر الزنا لم يقل إذنوا بحرب من الله ورسوله على جلالة خطر الزنا وكبر معصيته، إلا أنه لم يرهب منه كما رهب من الربا. إنما الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما ذكر قتل الأولاد أو لما ذكر وأد البنات أو نحو ذلك ذكر عاقبته وحذر منه، لكن لم يصل إلى التحذير الذي حذر فيه من الربا. يقول ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الآية: ائذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: إن آكل الربا يوم القيامة يعطى سيف، فيقول: ما هذا السيف؟ فيقال له: الآن يلا حارب الله ورسوله، أنت الآن في القيامة عندك قدرة كما حاربتهم في الدنيا أن تحاربهم اليوم. وسبحان الله يا جماعة إذا تأملتم وجدتم أن كثيرا ممن يتساهل بأكل المال الحرام هم من يغتنون عنه أصلا، يعني هم الذين ما يحتاجون إليه أصلا. أعطيكم مثال. ألاحظ أحيانا بعض الناس يعني تجد عنده مثلا في حسابه 500,000 مليون مليونان 3 ملايين، ويتساهل بالبطاقات، بعض الأنواع البطاقات الائتمانية وبعض أنواع البيوع والشراء مع البنوك والتعاملات، لأجل أنه أحيانا بعضهم يربط ماله، يعني مثلا عنده 50 مليون ويعلم أنها ستبيت في البنك، يأتي عند البنك ويقول: أنت متى تغلق؟ متى يعني تغلق أبوابك؟ يقول: الساعة 8 ليلا. طيب متى تفتح بكرة الصباح؟ يقول: أفتح الساعة 8 الصبح. طيب أنا أريدك تربط هذا المال، يعني ربا، في بنك في سويسرا ولا بنك في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها لمدة 12 ساعة، وتدخلون بكرة الأرباح التي لي في حسابي. طيب طبعا هو لما يربطها في بنك هناك، البنك هناك خلالها 12 ساعة يبدأ يشغلها بسرعة، يعني يستدينها بربح مثلا 0.5% أو 0.25%، لأنها فقط وقت قليل. ثم إذا جاء بكرة الصبح لها 50 مليون زايدة 5000 ريال، وينبسط يفرح. يعني بالله عليك يا جماعة، هو محتاج 5000 ريال، هو عنده 50 مليون ميت عليها. فسبحان الله لاحظت من أسئلة الناس والتعامل معهم أنه كلما كثر ماله أصبح عند عدد منهم، حتى لا نعمم، أصبح عند عدد منهم تساهل بمسألة حلال حرام إلى غير ذلك. لكن وجدت أن كثيرا من الناس ممن ماله قليل يتحرج من أقل القليل، يعني يتصل ببعض الناس أحيانا ويقول: يا شيخ، قل نعم، يقول: يا شيخ أنا أشتغل في مكان براتب 1200 ريال، وأمس طلعت مبكر لأجل ظرف من غير ما أستأذن، فغبت عنهم 2 ساعة. هل يجب علي يا شيخ إذا استلمت الراتب آخر الشهر أطلع حق هالساعتين؟ سبحان الله. ثم يتصل بعده واحد فإذا هو عنده أموال ربوية وعادي ما يسألك أصلا عن الربا، يسألك عن أشياء أخرى، تعاملات معينة قد وقع فيما هو أحيانا أعظم بكثير مما يسأل عن هذا. فأحيانا الأمر مثل ما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. والعجيب أن أمثال هؤلاء الذين يتساهلون بمثل ذلك، سبحان الله يا جماعة، تجد أنه في أحيان كثيرة يكون يعني تعبه ونصبه وحسابه عليه يكون غرما عليه وغنما لغيره. كم واحد من هؤلاء تجد عمره يصل أحيانا إلى 90 سنة، وإذا تحدث معك وطلبت منه يعني مثلا عنده في البنك افرض 5 مليون 10 مليون 20 مليون، تقول له: عندنا مسجد وجزاك الله خير نريدك أن تتبرع لنا مثلا ب10,000 ريال. يبدأ يقول: والله يا شيخ ما أدري، و10,000 كثير، وأنا لسه متبرع ب5,000. وتلقاه